ثلاث مفاجآت من العيار الثقيل وانفراد حصري على بيج أحمد يوسف مع الأهلي، وقرارات تاريخية لمجلس إدارة النادي الأهلي بشأن الصفقات الجديدة والراحلين واستعدادات معسكر الرجاء المغربي. بصوا يا أهلاوية، النهاردة في صفقة مترددة في كل الأروقة الرياضية، وهي صفقة في مركز حراسة المرمى. والصفقة دي النهاردة هي بديلة للحارس محمد الشناوي. النهاردة الأهلي بيعلن حقيقة كاملة حول تفاصيل الصفقة دي وإعلان بديل محمد الشناوي المطروح على الساحة الرياضية. طيب نركز مع بعض يا أهلاوية، وعايزين الفيديو ده إن شاء الله تشجعوه وتدعموه باللايكات، عشان هنقول كلام مهم جدا وكلام خطير جدا هيهم كل الأهلاوية. كلنا عارفين ان محمد الشناوي خلال الفترة اللي فاتت كان بيحصل منه بعض الاخطاء اللي مش كويسة، وطبعا النادي الاهلي محتاجين ان احنا نزود في حراسة المرمى، مش تقليلا من الشناوي ولكن دعما لمركز حراسة المرمى. الاهلي داخل على بطولة كاس العالم للاندية، فمش عيب ان احنا ندعم في كل المراكز. طيب النهارده الدنيا مقلوبة في كل الاماكن وكل المواقع وكل السوشيال ميديا، وخلاص يعني تحسوا ان الامر خلاص تمام. المهم الحبه اللي فاتوا دول يا جماعه، الكام ساعه اللي فاتوا، طلع كلام عن ان النادي الاهلي وقع مع صفقه حارس مرمى جديد، والصفقه دي او الحارس ده بيلعب في نادي غزل المحله. طيب حارس المرمى ده اسمه احمد ميهوب. طيب ايه حقيقه الامر ده؟ طيب اللي حصل النهارده واللي طلع بتقارير رسميه من داخل اداره النادي الاهلي، ان بالفعل السويسري مارسيلو كولر بيتمسك بشده بالتوقيع مع حارس جديد بديلا لمحمد الشناوي، وده اللي اعلنته التقارير. ومارسيلو كولر ملاحظ وشايف ان بالفعل وبيعترف ان الشناوي مستواه متراجع، وتسبب بالنسبه له في اخطاء كارثيه ادت لبعض النتائج السلبيه ضد فريقه الاهلي. وعرضت النهارده لجنه التخطيط بالنادي الاهلي برئاسه الاستاذ محسن صالح اكتر من اسم على السويسري مارسيلو كولر للمفاضله بينهم في مركز حراسه المرمى، عشان يحسم التعاقد مبكرا مع واحد منهم بصوره نهائيه. طيب ايه اللي حصل؟ ان لجنه التخطيط تعرض الحارس ده على النادي الاهلي. النهارده اللي طلع وقال لك ان النادي الاهلي او لجنه التخطيط لم تعرض اسم اللاعب احمد ميهوب على كولر، وليس من ضمن الاسماء المرشحه ضمن الفريق. يعني اذا احمد ميهوب ما تمش حتى طرحه من ضمن الاسماء، يعني حتى ما فيش مساحه ان احنا نقول ايه تم عرضه وتم رفضه من جانب كولر. لا، ده هو اصلا يا جماعه مع احترامنا الكامل لاحمد ميهوب لم يطرح من الاساس على طاوله الكابتن محمود الخطيب. واكدت النهارده التقارير ان مسؤول الاهلي لم يتفاوضوا مطلقا مع اداره غزل المحله في الفتره الحاليه، سواء على الصعيد الرسمي او الشفهي، من اجل استقدام الحارس الشاب للقلعه الحمراء. طيب مفاجأة مدوية، ديانج ويعلن فريقه الجديد حال الرحيل عن النادي الأهلي. النهاردة أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري مفاجأة مدوية بشأن الوجهة القادمة للدولي المالي إليو ديانج نجم الوسط في النادي الأهلي، حل رحيله عن القلعة الحمراء. وقال فرج عامر: إبراهيم كامارا وكيل إليو ديانج أكد أن إليو ديانج سوف يحترف في نادي بشكتاش التركي بدءا من الموسم القادم. ديانج سيرحل في مقابل المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا أو المصري مصطفى محمد. طبعا استاذ فرج عامر احنا عارفين ان بعض كلامه بيكون غلط، بس بيؤكد الكلام اللي انا بقوله بنسبه، يعني قلت لكم ان جاكسون موليكا 100% في الاهلي، ومصطفى محمد لسه ما بين لا، بس يعني بنسبه 20%. تمام. طيب النهارده مفاجأة من العيار الثقيل للاعب محمود كهربا ووجهة جديدة في الفترة الصيفية. كشفت النهارده تقارير صادرة من داخل إدارة النادي الأهلي أن اللاعب محمود كهربا اختار طريق جديد لتكملة مبلغ غرامة نادي الزمالك. وأكدت المصادر أن اللاعب اقترب بشدة بعد محاولات كثيرة من توفير باقي قيمة غرامة الزمالك، واللي معدية ل 2 مليون و500 ألف دولار. وافادت المصادر ان اداره الاهلي ووكيله حاليا بيبحثوا عن عرض خليجي لتوفير قيمه الغرامه ودفعها للزمالك لغلق القضيه بشكل نهائي. واشارت الى ان قيمه الصفقه سيتم منحها للاعب لدفع الغرامه، ولن يحصل النادي على اي مستحقات منها. ومفروض ان كهربا هيلعب مثلا موسم اعاره ويسد غرامته ويلعب موسم اعاره، وبعد كده يرجع للنادي الاهلي يشارك بشكل طبيعي جدا، لان طبعا هو لسه موقع على عقد لمده 4 مواسم، بخلاف اللي لسه متبقيين له من عقده تقريبا موسمين. يعني كهربا حياته كامله مكمله في الاهلي يا باشا. جوكر الاهلي يقترب من هذا النادي في الصيف.
كشفت تقارير عن مفاجأة من العيار الثقيل حول صفقة اللاعب أيمن أشرف واقتراب رحيله عن النادي الأهلي والوجهة القادمة ليه. ولم يحصل أيمن أشرف على الفرصة الكافية مع الفريق بداية من الموسم الحالي ومنذ قدوم مارسيلو كولر مع القلعة الحمراء. النهارده التقارير اللي لسه جايه لنا دلوقتي بتقول ان الفارس الابيض نادي الزمالك بالفعل طلع الكلام اللي اعلناه اول امبارح صح، بيترقب قرار النادي الاهلي النهائي وجهز عرض حاليا للاعب عرض مناسب في الميركاتو، وبالفعل النادي عايز يتعاقد معاه من اجل تدعيم خط الدفاع بجانب طبعا فتوح وعبد المجيد والونش ومصطفى الزناري. وأوضحت المصادر إن الزمالك جهز عرض بالفعل لأيمن أشرف أكبر من الذي يحصل عليه في النادي الأهلي، وهذا من أجل الحصول على خدماته في الصيف، وأن اللاعب اشتكى من التهميش في النادي ولم يحصل على أي فرصة للمشاركة. طيب كتواصل بقى بين اللاعب وبين نادي الزمالك، أحب أقول لكم مفيش تواصل رسمي، ولكن نادي الزمالك اللي خلاص جهز العرض وكتبه يا باشا، عشان أول ما يسمعوا من اليمين إن اللاعب خلاص مش هيجدد، هيجروا هم عليه من الشمال، يلا يا ابني احنا العرض جاهز اهوت وبالنسبه كذا وهندفع لك مليون الرقم كذا، يلا وقع. فاهمين؟ يبقى هي حلاوتها في حموتها، ده تخطيط اداره النادي الاهلي، اداره نادي الزمالك. طيب أكد النهارده الأستاذ سيد جلال المشرف العام على الدورة الرمضانية الكبرى المقامة على ملاعب سيد جلال في المرج أن الدورة حققت الهدف الأساسي من إقامتها، وهو اكتشاف عشرات المواهب من أجل تقديمهم لأندية مختلفة أبرزها النادي الأهلي. واختارت اللجنة الفنية امبارح زي ما قلنا 30 لاعبا من المشاركين في البطولة للخضوع لاختبارات خاصة بقطاع الناشئين داخل النادي الأهلي في الفترة القادمة، وقلنا إن في 15 لاعب 2008 و15 لاعب 2010. أوضح السيد جلال أن اللجنة المنظمة حرصت على دعوة أكثر من 45 فريقا للمشاركة في بداية الدورة من أجل إتاحة الفرصة أمام اللاعبين الموهوبين لتقديم موهبتهم في الدورة أمام اللجان الفنية من الأندية المختلفة، في مقدمتهم النادي الأهلي تمهيدا للانتقال إليهم مباشرة، مشيرا إلى أن اختيار 30 لاعبا للاختبارات في النادي الأهلي هو نجاح كبير جدا. طبعا يا أهلاوية كلكم شايفين وعارفين ان الفترة اللي جاية في مصر وفي العالم كله هي الشباب. عندك هالاند 20 سنة هداف تاريخي، برضه نفس الكلام في مصر. النهارده نادي الزمالك بدأ يسير في الامر ده، وعندك سيد عبد الله نيمار وحسام عبد المجيد واسماء شابة كتير بتلعب في الفريق، وطبعا يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر وكلام من هذا القبيل. فأكيد في بعض الأندية التانية وأولها النادي الأهلي هتسير على نفس النهج خلال الفترة القادمة. طيب النهاردة عارفين كلنا ان انا هقول كلمة حق يا جماعة، محدش يزعل مني ومحدش يقول عليا بطبل، والله العظيم اقول كلمة حق. ماتش فاركو والاهلي، الدنيا مقلوبة دلوقتي ان جماهير الاهلي كانت بتسب الكابتن محمود شيكابالا ووالدته. انا يا جماعه واقسم بالله بقولها كلمه حق، واقسم بالله العلي العظيم انا ما سمعت السباب ده. انا بقول كلمه حق والله ما بطبل ولا بجمل، والله العظيم لا سمعت سباب بنفسي كاحمد، والله قاعد قدام الشاشه ما سمعتش سباب، ما اعرفش السباب ده جه منين بقى. قد يكون فعلا حصل وقد يكون ما حصلش، ما اعرفش، بس انا كاحمد بخلي مسؤوليتي والله العظيم قدام ربنا، انا ما سمعت حاجه، ما سمعتش سباب. تمام. طيب هنسال هنا سؤال لجماهير الاهلي، هل لو في سباب وانتوا سمعتوه، هل انتوا شايفين ان بالفعل اللي بيحصل ده جمهور الاهلي اللي عامل كده، ولا في اشخاص مندلسه او مدسه وسط جماهير الاهلي، ودي مثلا مؤامره معموله مقصود بيها حدوث وقيعه بين جماهير الاهلي وبين شيكابالا؟ سؤال تاني، هل ممكن ده يكون بالفعل عشان جماهير الاهلي اصلا في موقف من شيكابالا من زمان، هل ما زال لسه الامر ده متراكم عند جماهير الاهلي وعشان كده حصل بالفعل من جماهير الاهلي؟ سؤال ثالث، هل يكون الامر ده ما حصلش نهائيا، وتاكدوا لي انتوا الكلام ده، هل جماهير الاهلي ما يحصلش منها الكلام ده؟ انا برمي لكم جميع المصطلحات، ولكن اقسم لكم بالله اللي ما فيه غير احلف بيه، انا اخلي مسؤوليتي كامله ان انا ما سمعتش اي سباب بودني، والله ما سمعت حاجه، ما اعرفش بقى، ما اعرفش والله ما اعرف. يعني وضحوا يا جماعه الامر لو سمحتم، لان انا بحثت في الامر، انا ما حبيتش احكم الا باللي انا سمعته، انا ما سمعتش حاجه فبحكم بنفسي، ماليش دعوه بقى موقع يكتب الناس ترفع على الفيسبوك، انا ماليش دعوه، انا بتكلم عن نفسي. طيب النهارده الاهلي بيكثف اتصالاته مع سفاره مصر. كثف مسؤول النادي الاهلي اتصالاتهم مع نظائرهم في السفاره المصريه بالمغرب على مدار الايام الماضيه للتنسيق بشان رحله المارد الاحمر الى المغرب، واللي يخوض فيها مباراه الرجاء يوم 29 في المغرب.
مش شرط تفاصيل كتير، لان طبعا عارفين ان اداره الاهلي في الجزء ده هتوفر سفريه محترمه للنادي الاهلي والبعثه بتاعته. طيب المفروض النهارده ان النادي الاهلي بدا النادي الاهلي النهارده اخذ قرار بموعد السفر للمغرب لخوض المباراه اللي هتكون 5-5. بس بصراحه يا جماعه لحد اللحظه دي الكابتن سيد عبد الحفيظ شايف ان ماتش يتلعب في المغرب يخلص من هنا يوم 29 ويسافروا ويسافروا على طول للمعسكر اللي هو في ابو ظبي عشان يلعبوا الزمالك. على الجانب الثاني ده كابتن سيد عبد الحفيظ، على الجانب الثاني مارسيلو كولر بيقول له لا انا مش موافق، احنا نرجع مصر وناخد راحتنا ونقضي يومنا عادي ونبدا نرجع نسافر بعدها بيوم او يومين الى الامارات. لكن لحد الان مفيش قرار رسمي. النهارده طلب التونسي منذر الكبير المدير الفني للنادي الرجاء المغربي بخضوع ثنائي الفريق لتدريبات خاصة من أجل تجهيزهم لمواجهة النادي الأهلي القادمة واللي هتكون في القاهرة. وأفاد موقع اللي إي سبورت 360 المغربي بأن منذر الكبير قرر بالاستشارة مع الطاقم الطبي للفريق إخضاع لاعبين 2 لتدريبات انفرادية، ويتعلق الأمر بكل من محمد أزريدة ووليد الصبار، وده لتأهيلهم للمباراة القوية اللي هتجمعهم قدام النادي الأهلي في المباراة القادمة. واللي عايز جماهير الأهلي دلوقتي تنزل في التعليقات تقول لي توقعها لنتيجة المباراة النهارده. وبشكل رسمي اللي وصلنا ان النادي الاهلي خاطب اتحاد الكره المصري من اجل طلب استخدام حكام اجانب لاداره مباراه السوبر امام الزمالك اللي هتكون يوم 5/5. ايه اللي هيحصل بقى كرد فعل لسه ما نعرفش، اول ما يطلع رد الفعل هننقله ليكم على طول. النهارده اشاد السويسري مارسيلو كولر باداء محمد شريف مهاجم الفريق في مباراه فاركو في الدوري واللي فاز بيها بثلاثيه نظيفه مقابل لا شيء. ويرى كولر ومعاونوه أن أداء محمد شريف اتسم بالهدوء والثقة في خط الهجوم ونجح في تقديم الدور الهجومي المطلوب منه، كما سجل هدفا مميزا وتحرك بخطورة لخلخلة دفاع فاركو. وفاز شريف بجائزة رجل المباراة وأكدوا أنه بالفعل يستحقها. النهارده أكدت تقارير مغربية أن بعض المسؤولين في نادي الرجاء المغربي نجحوا في الاتفاق على موعد الاجتماع مع فوزي لقع رئيس الجماعة المغربية وعزيز البدراوي رئيس النادي لطي الخلاف الذي حدث بينهما. وأوضحت صحيفة المنتخب المغربية أن حكماء الرجاء نجحوا في الاتفاق على لقاء هام منتصف الأسبوع القادم يجمع عزيز بدراوي وفوزي لقع، وذلك لفتح صفحة جديدة قبل مواجهة الموسم بالنسبة للرجاء في أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن الرجاء يأمل في وقوف فوزي لقع بجانبهم وأن يساهم بدوره في الاتحاد الأفريقي بتسجيل عقوبات تأديبية على النادي الأهلي بسبب شكوى الهلال السوداني ضد جماهير القلعة الحمراء. وشددت الصحيفة على أن مسؤولي الرجاء يريدون معاقبة الأهلي كي لا يواجه الرجاء في ملعب ممتلئ بالجماهير مثلما طلب المارد الأحمر من الجهات الأمنية. النهارده وصل حسين الشحات تألقه في النادي الأهلي الملفت، حيث ظهر بشكل متميز في آخر المباريات. وعلى مستوى بطولة دوري أبطال أفريقيا الشحات حقق أرقام كويسة، حيث سجل هدفين في فوز الأهلي على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة من دور المجموعات، فضلا عن تسجيله هدف خلال مواجهة سان داونز والتي أقيمت في مصر وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين. وخلال مواجهة بيراميدز النهائية في بطولة كأس مصر كان الشحات مؤثر للغاية بعدما صنع هدف الأهلي الثاني والذي سجله حمدي فتحي ومنح الأهلي به اللقب، حيث قام الشحات بعرضية رائعة إلى حمدي فتحي الذي تابع الكرة برأسية قوية سكنت الكرة من خلالها الشباك، معلنا تقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف. ناس هتقول لي بتقول الخبر ده ليه؟ هقول لكم بنشيد باللي اللي عمل حاجه كويسه بنشيد بيه، فحسين الشحات بجد عامل اداء رائع جدا. وقلت لكم حتى من كام يوم انا مستغرب ازاي في جماهير اهلي بتطالب برحيله هو وعلي معلول، انا مستغرب والله. طيب النهارده اوضحت تقارير سودانيه حقيقه تراجع الحكم الدولي السوداني محمود شانطير عن الموافقه على قرار الكاف بتعيينه حكما لمباراه الاهلي والرجاء المغربي بدوري الابطال. والحكم السوداني النهارده ثانيه واحده اهلاويه الحكم السوداني النهارده نفى كل الكلام ده واكد انه عايز يكمل المباراه لان هو بيجيد يعني الظهور في المباريات الكبيره اللي زي دي، وان هو عايز ياخد ده تحدي بالنسبه له عشان يثبت للكل ان هو فعلا حكم كبير وقادر على اداره المواجهات دي، وانه مش بينتمي لحد او هيجي على حد لصالح حد. النهارده كشف مصدر خاص داخل النادي الاهلي عن موقف مصابي الفريق في مباراتي سموحه والرجاء المغربي التي يخوضها الفريق خلال الفتره القادمه.
وطبعا عارفين ان هنقابل سموحه يوم الاثنين الساعه 9:15. والنهارده اللي وصلنا ان احمد عبد القادر سيواصل الغياب عن مباراه سموحه القادمه في ظل عدم تعافيه من الاصابه اللي تعرض ليها، على ان يتم تجهيزه لمباراه الرجاء في دوري ابطال افريقيا. واستكملت التصريحات مؤكدة أن اللاعب جاهز بالنسبة لمحمد عبد المنعم للمشاركة أمام سموحة في الدوري بشكل طبيعي بعد شفائه من الإصابة اللي تعرض ليها. وبالنسبة لمحمد الضاوي كريستو اللي تعرض لإصابة على مستوى الكاحل، فقالت التقارير أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي النهاردة لتحديد موقفه من مباراة سموحة، ولكنه سيكون جاهزا للمشاركة في لقاء الرجاء المغربي بنسبة 100%. وأوضحت أن موقف ياسر إبراهيم شعر ببعض الآلام خلال مشاركته في مباراة فاركو الماضية، إلا أنه جاهز للمشاركة أمام سموحة بشكل طبيعي جدا، وهو ما يؤهله للمشاركة أيضا في مباراة الرجاء. يبدأ فريق سموحة النهاردة الاستعدادات لمواجهة الأهلي دون راحة في المباراة اللي هتكون زي ما قلنا الاثنين الساعة 9:15. وبدأ الكابتن أحمد سامي بتجهيز لعبته للمباراة دي، وطبعا قاعد يتكلم معاهم ويقول لهم إن دي مباراة صعبة، والنادي الأهلي نادي كبير وبطل الدوري، ويعني حبة كلام من دول. طيب النهارده تعجب الكاتب الصحفي خالد طلعت من تصريحات منسوبة إلى مذيع في قناة النادي الأهلي ضد رمضان صبحي. المذيع تحدث بشكل سيء ضد رمضان صبحي بسبب ترك النادي الأهلي في فترات سابقة. الكابتن خالد طلعت أو الأستاذ خالد طلعت الناقد الرياضي قال: تخيلوا إن ده بوست نازل من مذيع في قناة النادي الأهلي الرسمية، وناس أهلاوية كتير بتحبه ومتابعاه وبتثق في رأيه وكلامه. واحد بيقول ان هجرس طلع اصيل علشان بعد ما ساب المزاريطة وراح فريق منافس تعمد انه يجيب جون في نفسه وخسر فريقه الحالي علشان يكسب فريقه القديم، وان لاعبي الاهلي اللي بيسيبوه بيروحوا فرق تانية ما عندهمش اصل زي هجرس علشان بيلعبوا بشرف وبيحاولوا يكسبوا فرقهم وما بيجيبوش اجوان في نفسهم. يعني لو سعد سمير مثلا جاب جون في نفسه مع فيوتشر قدام الاهلي يبقى اصيل، ولو ما عملش كده ولعب بشرف يبقى ما عندوش اصل. تخيلوا لما تكون دي عقلية مذيع في قناة الاهلي الرسمية، ونرجع نسأل جمهور الاهلي بيتعصب ليه وبيشتم شيكابالا ليه؟ علامات استفهام. للاسف الاهلاوية عندهم اي لاعب يسيب نادي متربي فيه ويروح الاهلي علشان جاله عرض مادي اكبر يبقى لاعب عظيم واسطورة، زي رضا عبد العال ونادر السيد وطارق السعيد ومحمد صديق ومؤمن زكريا وكهربا وعماد النحاس وسيد معوض وبركات وابو تريكه وعبد الله السعيد واحمد فتحي وعلي معلول وعمرو السوليه ومحمود متولي ومروان عطيه وكتير قوي. والعكس بقى ان اي لاعب يسيب الاهلي ويروح نادي تاني علشان جات له فرصه احسن، حتى لو هو مش من ابناء الاهلي، ويبقى خاين وعميل ومادي وبتاع فلوس وما عندوش انتماء ولا عنده اصل، زي حسام حسن وابراهيم حسن، عصام الحضري، شريف اكرامي، عبد الله السعيد، رمضان صبحي واحمد فتحي وناس تانية كتير. النهارده بالنسبة طيب نعدي الخبر ده، خلينا في الحاجات المهمة لكرة القدم عشان الحلقة وصلت ل 17 دقيقة. طيب النهاردة اللي وصلنا ان الاعلامية شيما صابر زوجة لاعب فريق فاركو رامي صبري اعلنت عن اصابة زوجها بقطع في الرباط الصليبي، وذلك بعد مباراة الاهلي اللي خاضوها يوم الجمعة الماضية. طيب النهارده صحيفة سودانية بتتكلم عن عقوبات هتصدر الساعات القادمة ضد النادي الأهلي. تحدثت صحيفة كفروتر السودانية عن قرارات ستكون مفاجئة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد الأهلي، وذلك على خلفية شكوى الهلال السوداني ضد الأهلي بسبب مباراة الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. الصحيفة تحدثت على عودتها عن ما وصفته بعقوبات قوية رادعة ضد الأهلي سوف يتم إصدارها خلال الساعات القادمة. ووصفت تلك الصحيفة العقوبات بأنها سوف تؤدي إلى ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية. طيب النهارده كشف الاعلامي احمد حسام ميدو عن اقتراب وليد سليمان، كابتن وليد سليمان نجم الاهلي والمنتخب الوطني السابق، من شغل مصر جديد في احد المنتخبات الوطنيه بقرار من مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه الاستاذ جمال علام. سيتم الكشف عنه بشكل رسمي خلال الفتره القادمه، واشار الى ان وليد سليمان سيعمل كمدرب عام مع احد المنتخبات الوطنيه. طيب النهارده كولر بيكشف تفاصيل إصابة محمد الضاوي كريستو. احنا طبعا كشفنا على الإصابة بس هنتكلم بتفاصيل شوية. تحدث مارسيلو كولر عن تفاصيل الإصابة اللي تعرض ليها التونسي محمد الضاوي كريستو في المباراة اللي شارك فيها. وقال كولر: كريستو عانى من إصابة عبارة عن التواء في الكاحل، وهو حاول أن يستكمل المباراة لكنه لم يستطيع وقمنا باستبداله. درجة التواء وقوة الإصابة طلعت متوسطة ومهاش كبيرة،
واللاعب هيقدر انه يشارك خلال الفتره القادمه، وفي اقل يعني هيكون جاهز المباراه القادمه بنسبه 70%. وانا مش هستعجل في الدفع بيه عشان اعينه كورقه رابحه في المباراه المهمه قدام فريق الرجاء المغربي في دوري ابطال افريقيا. جماهير الاهلي العظيمه، اعلنا النهارده تفاصيل حقيقه التعاقد مع حارس مرمى بديل الشناوي، ووضحنا الامر ده، ووضحنا كمان تفاصيل كهربا وانتقاله لنادي اعاره خارجي عشان يكمل العقوبه بتاعته وهيلعب موسم ويرجع تاني يكمل داخل النادي الاهلي. اكتبوا لي دلوقتي في التعليقات توقعكم لنتيجه مباراه الاهلي مع فريق سموحة يوم الاثنين القادم. وان كنت انا بتوقع ان بسم الله ما شاء الله الاهلي لا يستهان بيه، والماتش الجاي 3-4 اقل ما فيها ان شاء الله. سعدت بكم النهارده اهلاويه، على امل ان اكون قد اسعدتكم. انتظروني في حلقه جديده، ومع السلامه.